بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. عيد سعيد عليكم ورمضان مبارك عليكم يا رب. شايفين الكحك الدوبان وشايفين الكحك وجماله؟ ده الكحك بتاع المحلات، أفخم المحلات اللي انت بتشتريه منها وأحسن مليون مرة من اللي انت بتشتريه. هنعمله في البيت ازاي؟ هنعمله بكل سهولة وبأحلى طريقة وأسهل طريقة. نصلي على النبي ويلا بينا نبدأ. أول حاجة أنا معايا 550 جرام سمنة بلدي. عايزة سمنة نباتي حط سمنة نباتي. عايزة الكحكاية دايبة هتضيف ال 550 جرام سمنة. مش عايزة الكحكاية دايبة هتشيل ال 50 جرام وتستكفي بس بال 500 جرام سمنة، اللي هو يعني نص كيلو. فأنا معايا ال 550 جرام سمنة بلدي، معلقتين كبار سكر بودر، معلقة كبيرة تحويجة كحك، ومعلقتين كبار سمسم. ومعايا ده كيلو دقيق اللي هو متعدد الأغراض، يعني بتستعمليه لكل الأغراض أو تجيبي دقيق للكحك والبسكوت، مخصص للكحك والبسكوت. إنما ما تجيبيش الدقيق المخبوزات، دقيق المخبوزات غلط، ما ينفعش لأن هيبقى فيه عرق وهيمط معاكي الكحكاية، هتبقى يعني زي العيش، فمش هتنفع ان انت تستعمليه. يا اما لو انت مفيش موجود عندك الا هو هتقدري تشيلي منه 100 جرام دقيق تحط مكانه 100 جرام نشا. انت كده حولتي لي دقيق كحك وبسكوت او دقيق جميع الاغراض. كده انت اشتلت العرق اللي فيه، النشا بيشيل العرق اللي فيه. تمام تمام. معايا ايه كمان؟ ربع معلقه خميره وربع معلقه بيكنج باودر وربع ونص معلقه صغيره ملح. الربع المعلقه دول ربع معلقه صغيره، ما تكتريش في البيكنج باودر ولا تكتري في الخميره عشان الكحكايه ما تنفش منك. احنا مجرد بندي طراوه بس للكحكايه، احنا مش بنعمل عيش علشان نزود في البودر والخميره. اول حاجه انا ضفتهم طبعا في العجان، هضرب السمنه مع السكر، هضربها ضرب حلو جدا لغايه ما لونها يفتح كده وتبقى كريمي زي ما انتوا شايفينها كده. لو انت ما فيش عندك عجان اشتغل على ايدك او اشتغل بالمضرب اليدوي او اشتغل بالمضرب الكهربائي، كله هيديلك نفس النتيجة. او قبل ما انا اجيب العجان انا كنت بشتغل بالكبة عادي، كنت بضيف حتة بحتة صغيرة في قلب الكبة وكنت بشتغل بيها. كنت بضرب السمنة اول وبعد كده بضيف اللي دي اخلطه كله على بعضه مع التحويجة والسمسم والملح والبودر. هي كده دول بتضيفهم كده زي ما انتوا شايفيني كده بالظبط. وبعد كده كنت اقوم خلطهم مع بعض بايدي وارجع احط في الكبه واضربهم حبه بحبه لغايه لما يوصلوا للنعومه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. كده بقى دلوقتي ابدا بقى اشغل عليهم الكبه بعد ما ضفت السمسم والتحويجه والملح والبيكنج باودر. الخميره طبعا ما اتضافتش، لسه دلوقتي الخميره اخر حاجه هتضاف بعد ما نبسها، ده اسمه كده البس. كده انا بقى خلطتهم دلوقتي كويس قوي مع بعض، وهبدا اوريكم زي ما انا قلت لكم دلوقتي تقدري تبسيه اهو زي ما انتوا شايفين كده. هتجيبي من بين ما بين ايديكي كده وتبداي هتفركي. هو دوت البس اللي احنا متعودين عليه من امهاتنا واجدادنا. بتبسيه كده من بين ايديكي كده لغايه ما الكحكايه تدوب منك. هتطول معاكي شويه في الوقت، بس في النهايه تديكي نتيجه مظبوطه ونتيجه ما يختلفش عليها اتنين، والطعم طبعا مش هيختلف عليه اتنين. بالشكل ده بقى احطها تاني ارجعها تاني العجان واسيبها لغايه لما تتبس حلو قوي. بتتضرب وقت طويل. العجان طبعا لو موجود عندك هيسهل عليكي كتير، او زي ما انا قلت لك استعملي الكبه برضه هتسهل عليكي، او من بين ايديكي بس هتطول معاكي شويه، تاخد ربع ساعه ولا حاجه. شايفين انا ما فصلتش الكاميرا، انا سايباكم تشوفوا مراحل البث كلها لغايه لما هنوصل للعجينه ديتي اللي هي شبه عجينه البوتفور والبسكوت. عجينه طريه لينه بتلزق كده في ايديكي. هي دي كده النتيجه المظبوطه. عرفتوا بقى كحك المحلات بيتعمل ازاي؟ ده معايا 3/4 كوبايه، هي كانت ناقصه شويه. 3/4 كوبايه ميه وفيها معلقه سكر، بس هي معلقه السكر انا كنت حاططها قبل ما ابينها. هضيفها دلوقتي على طول للعجينه بتاعتي. يا دوبك هتاخد لفتين والعجينه تلف، ما تبلغيش بقى هنا بقى في العجن. هو دلوقتي انا هجربها معاكم هي هتحتاج المعلقتين الميه اللي كانت انا اللي كانوا ناقصين من الكوبايه، يعني هي بتاخد معاكي بالظبط كوبايه الا ربع ميه. ما تضيفيش لبن لان اللبن بيأثر من عمر الكحكايه، استعملي الميه. اللبن بقى دوت لو انت عايزه يقعد مثلا اسبوع، عامله كميه بسيطه وهتقعد عندك مثلا اسبوع اسبوعين بالكتير، ماشي. يعني عايزه تعجنيها بلبن اعجنيها، لكن لو هي هتقعد معاكي اكتر من اسبوعين لا انا بفضل ان انت تعمليها
بالميه علشان عمر الكحكايه ما يقصرش. شايفين انا بوريكم الكحكايه شققت من نهايه من الطرفين علشان معلقتين الميه كانوا ناقصين. هضيفهم دلوقتي على طول. انا معايا ربع كوبايه بس، انا مش هضيف منها غير المعلقتين اللي ناقصوا بس، وهدولهم ضربه تانية حلوه كده. وهتشوفوها بقى بعد كده هتلاقوها ما عادش بالشقق ولا اي حاجه. طبعا دي ميه فتره من الحنفيه، ميه فتره مش ميه سخنه، علشان الميه السخنه بتموت الخميره. يا رب اكون بقول لكم على ادق التفاصيل، علشان احنا برضو بنكلف الحاجه ومش عايزين نبوظها، وعشان بعد كده ما حدش يقول احنا عملنا بطريقتك وطريقتك طلعت غلط ولا طلعت وحشه. كده بقى خلاص. هي كده معايا العجينه بقت تمام ومية مية. اركنها بقى دلوقتي على جنب على ما انا اجهز الحشوه بتاعتي. طبعا انا معايا ملبن انا منفضاه خالص خالص من النشا اللي فيه. حاولي على قد ما تقدري تفضي النشا اللي فيه. انا دلوقتي عندك الملبن، وممكن تضيفي مع الملبن عين جمل او تحشي بعين جمل بس. ده نص كيلو ملبن او اكتر شويه، بصراحه ما وزنتوش بس يعني انا جبته كده بالبركه. انا عندي الملبن وجبته بالبركه. بضيف له معلقه سمنه. معلقه السمنه دي بقى علشان تطر الملبنيه معاكي لما انت تحطيها في قلب الكحكايه، الملبنيه ما تنشفش وتيجي تشدي الكحكايه تقطم منك كده، يعني تمط وانت بتشديها. فمعلقه السمنه دي بتطريها معاكي، تفضل طريه من اول كحكايه لاخر كحكايه كلها طريه. والعجوه عملتها بنفس الطريقه دي. عجوه بلح مش عجوه تمر. ما عندكيش عجوه البلح استعملي عجوه التمر، بس عجوه البلح بتبقى طريه، ولما برضو بتتحط في الكحكايه ما بتنشفش، لان في عجوه بتحطيها بتيجي تكسري الكحكايه، العجينه بتفرط والعجويه لسه جوه زي الملبن برضو زي جوه متكوره زي ما هي. شايفين انا بوريها لكم ان هي طريه لينه كده. اكور طبعا الملبن بتاعي كله، هكور العجوه علشان تبقى سهله معايا. دلوقتي بقى انا هبدا معاكم مرحله التشكيل. التشكيل بقى ليه حاجات كتيره بقى انت ممكن تستعمليها. عندك اللي هو انا بوريها لكم اهو، ده دي الكحكايه الساده باللي هي المنقاش دوتي، اللي هي مش الطباعة ديتي تقدري تعملي بيها. دي دلوقتي طالعة منها اشكال كتير، في منها البلاستيك والستانلس. جيبي اللي انت اللي انت مرتاحة فيه. ودي الطباعات بتاع الزمان اللي احنا كلنا كنا متعودين عليها وبنعمل بيها زمان. انت بقى تعملي عايزة تعملي بيها اعملي بيها الاشكال اللي تريحك اعمليها. وبرضو المنقاش عايزة تنقشي بيه انقشي. بس انا بستسهل يعني اللي هي الاولانيه اللي استانلس وبتدي شكل الجاهز. ال- الكحك الساده بيستوى على درجه حراره 180 علشان ما نتوهش من بعض. الساده اللي ما فيش في قلبه ملبن ولا عجوه على درجه حراره 180 عشان تطلعي الكحكايه معاكي 100 على 100، مش 90 على 100. تمام. دي كل الاشكال اللي انا ممكن استعملها. الكحكايه اللي بالملبن او بالعجوه بيستوى على درجه حراره 200. طب انا ما عنديش درجات حراره. لو انت على الساده هد النار بتاعتك شويه. لو انت على المحشي خليها على اعلى نار عندك. تمام. الفرن بيولع من تحت بس ما بتولعيش من فوق. ما بتولعيش من فوق الا لو هو ما كانش اتحمر من فوق وعايزه تديله لون حلو. بتقوموا مولعه على الشوايه من فوق يتحمر شويه. يا رب تكون افدتكم بالمعلومات البسيطه ديتي. تمام. بعد كده بقى هبدأ اجهز الكحك بتاعي كله. اعمله بقى احشيه. في هحشي بملبن، وفي اللي هيتحشى بعين الجمل وبالعجوة. بعمل هعمل الثلاث اشكال. انا بحط مع العين الجمل بحب احط معاه ملبن، بس انا بوريها لكم دلوقتي بس ان هي بتقدروا تحطيه، بس هو زي ما بتشتريه من بره بيبقى جايلك بعين الجمل بس. ومش عايزه تحط عين جمل اعملي بالملبن بس او بالساده. وبتعمليه كله بنفس الطريقة، بس لما بتيجي بقى بتعلمي اللي هو بالعجوة إيه بت انا يعني عن نفسي بعلمه بالطريقة ديتي. بعمل الرسمة بتاعتي هي اياها، بس بقوم جايب السكينة بطرف السكينة من فوق وقوم فاتحة فتحة صغيرة من فوق. بيبقى ده معروف بعد السوا، بيبقى معروف ان دوت ان ده العجوة. خلصت بقى طبعا الكمية بتاعتي هي كلها زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على النبي. كان طالع بسم الله ما شاء الله عليه. اسيبه بقى لغايه لما يبرد يهدى في قلب الصاج بتاعه زي ما هو. وبعد كده بقى ابدا اطلعه بقى واحطه بقى في الحاجات الحفظ بتاعتي اللي انا هحفظه بيها. عندك العلب اللي هي بالغطا احفظي فيها.
عندك العلب الكرتون احفظي فيها، بس لو في العلب الكرتون لازم يكون يا اما تفرشي كيس تلاجة من تحت، يا اما لو عندك العلب الجاهزة اللي هي بتبقى فيها المادة العازلة ديت اللي هي ما تشربش منك السمنة السمنة المادة الدهنية يعني بتاعتك اللي انت ضايفاها. خلي بالك من الحاجات دي عشان الكحكايه بعد كده ما تنشفش منك وتبقى ايه، وتبقى مش حلوه الكحكايه. بسم الله ما شاء الله دايبه دوب. لو انت مش عايزه الذوبان دوتي زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هتشيل ال50 جرام زياده اللي هم السمنه. حلو كده. يا رب اكون فدتكم، يا رب المعلومات اللي انا قلت لكم كلها تنفعكم. استودعكم الله، دمتم في رعايه الله، مع الف سلامه، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم. مع السلامه.